السلام عليكم. معاكم اختصاص العلاج الطبيعي شوق البحراني. اليوم حابة أتكلم عن الأخطاء في الممارسات اليومية اللي يسوونها الناس اللي قاعد تسبب آلام الظهر. أول شيء راح أبتدي فيه شنو أكثر خطأ منتشر قاعدة أشوفه عند الناس. طبعاً أكثر خطأ أشوفه شائع هو مشكلة القوام الخاطئ، سواء كان عند الجلوس، الوقوف أو حتى المشي. خلنا ناخذ شوية أمثلة. مثال لما يكون الشخص متعود على إنه يقوس ظهره في حال إنه يكون لاهي في التليفون، مثل لما الشخص يتكي أو يسند على جانب واحد سواء كان قاعد في السيارة أو حتى في الديوانية. مثال آخر لما يكون شخص متعود وهو واقف يحمل وزن على ريل أكثر من الثانية، وطبعاً هذا الشيء يسبب إصابات على المدى الطويل. شلون؟ راح يسبب انحرافات في العمود الفقري، سواء كانت أحدبة راح يصير عند الشخص اللي مقوس ظهره طول الوقت، أو سواء سكاليوسز اللي هو الانحناء الجانبي ممكن يصير عند الشخص اللي دايماً يتكي على جنب واحد. أني حق الشخص اللي دايماً يحمل وزن على ريل أكثر من الثانية. أوكي، شنو راح ممكن يصير في حالات معينة؟ ممكن يصير فيها خشونة في الركبة أو الحوض، وطبعاً هذا مع الوقت راح يسبب آلام في الظهر. الحين راح تسألوني شلون نقدر نصحح هذا الشيء بشكل سهل؟ بعطيكم شيء جداً بسيط. بأسرع وقت تصلحون قوامكم. اللي مقوس ظهره ببساطة يفرد ظهره، اللي متكي على جنب واحد يروح يعوض يتكي بالجنب الثاني، أو إنه يفرد ظهره. الشخص اللي محمل وزن على ريل أكثر من الثانية يعوض بالريل الثانية، أو إنه يوقف على ريلين الاثنين بشكل متساوي. الحين بضيف لكم نقطة واحدة ممكن تأثر على القوام، اللي هي الفلات فيت. إنزين، شلون نقدر نصلحها بحيث إنه ما تشكل آلام على الظهر في المستقبل؟ طبعاً عن طريق اختيار الأحذية المناسبة، راح يفرق وياكم وايد. والحين بعطيكم آخر نصيحة خفيفة. عليكم بتمارين الاسترتشز والموبيليتي والتقوية اللي هي تقوية عضلات الظهر، ولا تنسون الأحذية المناسبة جداً تأثر أو تخفف آلام الظهر. وبالنهاية مهم جداً أنكم تكونون مدركين لهذه الأخطاء عشان تعرفون شلون تصلحونها. السلام عليكم. معكم أخوكم فيصل المبيعي، صاحب أكاديمية ريمان الوفرة لتعليم ركوب الخيل، هاوي ومربي للخيل العربية الأصيلة. اليوم تعليم ركوب الخيل ما له عمر معين ولا له سن معين، فهو مناسب لجميع الأعمار، مناسب للرجال، مناسب للنساء، وأيضا لإخواننا وأخواتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة. بالعكس، الخيل هي مناسبة لهم، وهي علاج لكثير من الأمراض احتياجات الخاصة، وبالأخص يعني اللي تعلمناه في مجال الفروسية بأنها تستخدم لعلاج مرضى التوحد. فالتعامل مع الخيل له طابع خاص، والواحد اللي يعاني من أمراض الوحدة أو أمراض البعد الاجتماعي غالبا يكون أسهل عليه كسر الحاجز النفسي في التعامل مع الخيل. فالخيل فيها حب وفيها عطاء وفيها بركة من رب العالمين سبحانه وتعالى. احنا اليوم في الأكاديمية نوفر جميع أنواع الكورسات أو الاشتراكات التدريبية، إن كان للنساء في عندنا مكان مخصص لركوب السيدات، وهو معزول تماما عن مكان المختلط اللي هو للعوائل والشباب والصغار، ففيه خصوصية تامة يقدرون ياخذون راحتهم فيه. عندنا مدربين معتمدين وعندهم شهادات للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. فالخيل مناسبة لجميع الأعمار، والفروسية هي رياضة وصى عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها بركة وهواية الواحد يعجز عن وصف السعادة اللي يشعر فيها لما يكون قريب من الخيل. الخيل مهم أن الواحد يتعلم عليها من الصغر، لأن إحنا اليوم في الأكاديمية عندنا نواجه بعض الأطفال يسألوني ويوجهون لي أسئلة غريبة،
بأنه هو عمره ما شاف خيل. يسألوني هل الخيل عنده جناح؟ وطبعا هذه الأسئلة الواحد يعرفها لأنه شافها فقط في الأفلام الكرتونية، ما يكون زار مرابط فروسية، ما يكون تعرف على الخيل، ما عمره لمس الخيل، فقط يشوفها في التلفزيون. وهذا الشيء لأن اليوم بالكويت يعني نفتقر كثرة أكاديميات الفروسية، وخصوصا أنها في مناطق بعيدة، إن كان في المزارع أو في الاسطبلات، كلها خارج المناطق السكنية، بعكس باقي الدول الأوروبية متوفرة عندهم الاسطبلات ممكن يكون قريب من البيت. فاليوم الأطفال لما يتعاملون مع الخيل من الصغر، بمجرد أنهم يتعرفون على الخيل، يمسحون على الخيل، يوكلون الخيل، هذا بحد ذاته يكسر حاجز نفسي عند الطفل. الأطفال نبدأ معاهم في البوني، والبوني هو الخيل المصقرة أو الخيل الصغيرة. هذه السلالة بسبب أن حجمها جدا صغير، فالواحد يستسهل التعامل معاها وما يخاف من الحجم الخيل الكبيرة. فهذه تكون دائما البداية مع الأطفال اللي بأعمار من 7 سنوات فما فوق، نستخدم معاهم الخيل ونبدأ معاهم في الخيل العربية، كونها ما هي نفس حجم الخيل الأوروبية وبضخامتها، لأن دائما ضخامة الحجم للشخص المتردد على أنه يدخل في مجال الفروسية يسبب له ردة فعل وخوف. وإذا كان الشخص بعمر أكبر، وخصوصا إذا كان الوزن ثقيل، نستخدم معاه الخيل الإنجليزية. طبعا الخيل تستحمل أوزان نقول بمعدل ثلث وزن الحصان نفسه، فإذا كان الشخص ما في حد أعلى أو حد أدنى، وهو نسبة وتناسب، كم وزن الحصان وكم وزن الشخص اللي راح يركب على هالحصان. فاليوم ما في أي حاجز، لا هو حاجز وزن ولا هو حاجز عمر، لله الحمد. متوفرة عندنا أنواع مختلفة وسلالات مختلفة وأحجام مختلفة من الخيل تناسب جميع الأعمار وتناسب جميع الأوزان.